وانا قاعد مع عم عادل على القهوه لقيته ايه قاعد بيخبط ويقفف كده وعلى غير عادته، فقلت له في ايه يا عم عادل؟ قال لي ابدا يا سيدي، خسرت رقم كبير جدا جدا في البورصه وبالذات يوم الاحد والاثنين، وكل ده بسبب ابن المجنونه ايه الحاج ابو حنين. وهنا قام سالني سؤال مهم جدا جدا، شايف الدولار رايح فين خلال الفتره اللي جايه، بالذات ان هو كسر الايه ال 51 جنيه و51 ونص لايه للدولار الواحد، وشايف البورصه رايحه فين خلال الفتره اللي جايه، بالذات ان انا ايه انا حاطط فلوس حلوه في البورصه، طب ما اسحبها واوديها بقى البنك ولا اعمل ايه؟ وايه تاثير التعريفه الجمركيه على مصر؟ اسئله كتير حلوه هنجاوبها مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في القناه اللي تخص البنوك، وانا ايه معاكم محمد العسال بقدم البرنامج. هنا هدفنا ان احنا نتكلم بكل بساطه اكننا قاعدين على القهوه من غير اي تعقيد خالص. طيب يلا بينا نخش بقى في الموضوع على طول زي ما احنا متعودين كده مع بعض. عم عادل ده اللي انا بقعد معاه راجل ايه في اواخر الخمسينات، والراجل ده ايه طبعا ايه بقى معاه شويه فلوس كده تحويش عمره، دي حطها ايه جزء شهادات وجزء ذهب وجزء ايه في البورصه، وده لانه قلبه جامد شويه. المهم الراجل دوت بقى عنده حاله عدم يقين، مش عارف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. هتقول لي ليه بقى؟ تعال نمشي كده الموضوع مع بعض واحده واحده. الاول كده الرئيس الامريكي ترامب او زي ما بيقولوا الحاج ابو حنان، المهم الراجل ده ايه قال لك امريكا دي بتتنهب، وده جه الوقت اللي هو ايه للتحرر الاقتصادي، وان احنا لازم نفرض يعني رسوم جمركيه على العالم كله زي ما كله ايه بيفرض علينا. وفعلا الراجل قام ماسك يافطه كبيره جدا جدا وايه وقعد وقف في مؤتمر في اول الاسبوع وقال لك ايه، قال لك احنا في رسوم بقى، مسك كل دوله، الدوله دي بتعمل معانا كذا فاحنا هنعمل معاها كذا، الدوله دي بتعمل معانا كذا فهنعمل معاها كذا، ومنهم كانت مصر اللي هو فرض عليها رسوم جمركيه ب 10%. المهم الصين طبعا ايه فرض عليها المجنون 54%. فجه عم ايمن قام قايل لي طب الصين سكتت؟ قلت له لا لا طبعا. الصين برضو قامت ايه قامت رد انتقامي كده وقالت لك ايه احنا هنفرض عليهم 34%. اما عم ترامب يسكت؟ قال لك لا ده انا خاربها لكم خالص. اما عمل ايه يا عم ترامب؟ قال لك طيب بصوا بقى، انا لو انتم ما رجعتوش في الرسوم الجمركيه دي انا هفرض عليكم رسوم اضافيه وتوصل ل 104% جمارك. وقال لك الرسوم الجمركيه دي هتبتدي تطبق من يوم 9/4. فطبعا ايه او خلاص احنا دلوقتي ايه وقت تصوير الحلقه الرسوم الجمركيه دي تعتبر ايه متطبقه. وهنا هنلاقي الحرب التجاريه دي كله خسران فيها، الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا وطبعا دول العالم. خلي بالك هو دول العالم ما سكتتش، يعني انت عندك برضو الاتحاد الاوروبي شفت ليهم تصريحات ان هم هيبتدوا يعملوا تكتلات جديده ويبتدوا يشوفوا مصادر جديده غير البضائع الامريكيه، يبتدوا يشوفوا مصادر جديده يجيبوا منها حاجتهم. حتى الاسواق والبورصات العالميه كلها وقعت خلال الاسبوع ده، ويمكن خسرت اكتر من 10 تريليون دولار. دي بتفكرنا طبعا ايه بالازمه اللي هي بتاعت سنه 1987 وازمه 2008 وطبعا ايه ازمه 2020. حلو قوي. طب ايه بقى الانعكاسات على مصر في كل القصص دي؟ بالنسبه للبورصه المصريه برضو جت ماشيه ايه مع البورصات العالميه لما وقعت يوم الاحد والاثنين. يمكن يوم الاحد نزلت 3.4 على 100%، ودوت ايه لاي جي اكس 30. ويوم الاثنين قلت، ما كانش النزول بنفس الرقم بس كان نزول صغير جدا، بقى ايه يعني اكتر من نص في المية بشويه، يمكن فاصل 61 على 100%. وطبعا ده بسبب هلع المستثمرين المصريين، ويمكن الاجانب الاجانب مش كتير في البورصه المصريه، بس اكتر ناس كانت بتبيع هي المستثمرين المصريين. وزي ما احنا شايفين الدولار كسر ال 51 جنيه وال 51 ونص. فمع عادل قام سالني قال لي بس يا عم 51 ونص وايه؟ طب ايه راح على فين ده؟ طيب تعالى يا عم عادل كده نمسك الدولار. اول حاجه الدولار سعره على المدى القريب ممكن يزيد، وده كلام ناس كتير جدا جدا جدا. ليه؟ عشان خاطر المشكله بقت عالميه دلوقتي. اما عم ايمن اتضايق جدا قال لي طب ايوه برضه هيزيد على فين برضه؟ بص يا عم ايمن هديك مثال بسيط جدا جدا. انا دلوقتي واحد مستثمر اجنبي بره مصر، ولما انا خسرت في البورصه بتاعتي هعمل ايه؟ هاخد فلوسي من الاسواق الناشئه وارجع بيها ايه احطها في بلدي. فالنهارده المستثمرين الاجانب بيعملوا ايه؟ المستثمرين الاجانب بيروحوا يقوموا ساحبين فلوسهم من الدول الناشئه ويرجعوا بيها ايه يحطوها في الاقتصاد بتاعهم. طيب المستثمرين الاجانب كلهم خسروا جامد جدا جدا، فابتدوا يسحبوا فلوسهم منين؟ من اذون الخزانه اللي موجوده هنا اللي هي بيسموها الهوت ماني. طب ده معناه ايه برضو؟ كل ما في فلوس بتسحب من الاقتصاد المصري دي معناها ان في طلب على الدولار، معناها ان سعر الدولار لازم يزيد. تعال نقيسها حسبه بسيطه جدا جدا. السنه اللي فاتت زي دلوقتي او بعد صفقه راس الحكمه دخل كام يعني اموال ساخنه؟ دخل حوالي 24 مليار دولار. طيب استاذه فهيمه زايد دي مراسله العربيه بيزنس كانت بتتكلم كده مع عمرو اديب، وبعدين ايه قالت لك على احصائيه كده غريبه سمعتها من محللين في بنوك كبيره، وقالت لك ايه بقى؟ قالت لك كل مليار دولار بيخرج بره مصر بيعمل ايه؟ بيحصل تخفيض نص جنيه. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو الرقم اللي نزل ده معناه ممكن يكون خرج مثلا حوالي 2 مليار مليار ونص. طب لو نفترض اسوأ الظروف خالص خرج ال 24 مليار دولار كلهم، معناها ان الجنيه يتخفض كام؟ اضرب ال 24
في نص يطلع كام؟ 12. يعني ممكن الجنيه يتخفض 12 جنيه، يعني تبقى حوالي 62 جنيه مثلا. ده في حاله ان الاموال الساخنه خرجت مره واحده كلها زي ما حصل قبل كده. طب بالنسبه للبورصه، بص يا سيدي، طول ما في حرب اقتصاديه شغاله بره، طول ما تعرف ان تفضل البورصه ايه، بيقولوا متباينه او ايه، ماشيه في طريقه عرضيه او ايه، او ممكن خبر ينزلها. وهنلاقي يمكن في شهر 4 البورصه نزل بحوالي اجمالي 7.5%، ودي ضيعت كل المكاسب اللي عملتها خلال ايه، خلال اول ربع سنه. وهنا احنا كنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن البنك المركزي المصري، وقلنا ان البنك المركزي المصري هيعمل ايه، هينزل سعر الفايده خلال الفتره اللي جايه. ليه؟ لما كنا اتكلمنا على موضوع التضخم. هل انا شايف ان البنك المركزي هيعمل كده برده في الاجتماع الجاي اللي هو يعتبر حوالي كمان اسبوع او 8 ايام مثلا؟ انا اعتقد من وجهه نظري اللي هي لا تسوى اي شيء خالص ان البنك المركزي هيفضل مثبت سعر الفايده لحد ما يشوف الدنيا الخربانه دي هتوصل لفين. لان وقت وانا بصور الحلقه انا مش عارف لسه الصين هتعمل ايه. يعني الصين اتفرض عليها 104%، هترد بايه؟ خلي بالك الصين قالت لك احنا مش هنصدر معادن نادره وحاجات كده، ممكن تفرض جمارك اكتر. يعني هي الصين مش من النوع اللي هي ايه بيتفرض عليها وتسكت، لا. يعني ترامب قال لك ايه، اي دوله هفرض عليها ضرائب وترد هتزعل مني. ده ترامب نفسه فرض 17% ضرائب على اسرائيل، واسرائيل ما عرفتش ترد. قام نتنياهو راح له زياره مخصوص مفاجاه ما كانتش متوقعه، وقال لك لما راح هناك واتعمل المؤتمر، ترامب ما قالش ولا كلمه تقول ان في جمارك هتقل على اسرائيل. ده كده كان تحليل سريع عن الاوضاع العالميه والدولار رايح فين والبورصه والاقتصاد المصري عامه رايح فين. طبعا هتابع اجاباتكم في التعليقات. يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.